شكلت حكومة الوحدة الوطنية في وقتها، سميت في أربيل كما تعرف باتفاقات أربيل، وتم توقيع نوعين من الاتفاقات سرية بين الأخ نوري المالكي وبين التي لم يطلع عليها. لا موجودة، نشرت يعني. لا يعني قصدي في حينها لم تطلع، لا كانت سرية، لم تطلع عليها. بس أنا حصلتها بطريقي الخاص، وبعض اخوان حصلوها بطريقهم الخاص، ثم نشرت على الانترنت. بس طبعا مو كل العراقيين اطلعوا عليها، لانه من 8 نقاط هي الاتفاقيه، واتفاقيه اخرى مع الكتل الاخرى سريه. يعني سريه هذه شيء، فشي كارثه يعني. اللي يطلع عليها يحس ان البلد خلص انباع لاشخاص هم، ليس الى احزاب، مع الاسف يعني. مثلا من ابرز بنود السريه التي لم تعد سرا. نعم لم تعد سرا. هي يتم تقاسم العراق بين السيد نوري المالكي الامين العام لحزب الدعوه، وبين السيد مسعود البرزاني الامين العام لحزب الدعوه، والذين ليسوا اكرادا وليسوا دعوه. لا يعني الاتحاد الوطني ابدى امتعاضه، واللي نشرها بيني وبينك يعني، هي اول مره اقولها، نشرت على موقع قريب من الاتحاد الوطني الكردستاني. نعم. والتغيير والاخرين شعروا انه هذه بيع لكردستان وغير صحيحه، واحنا شعرنا ان هذا خطوره، ان القرار العراقي يرتهن بيد شخص واحد امين عام حزب. هذا لا يمكن. العراق قرار عراقي، قرار برلماني دستوري، احنا لا يمكن انحراف البوصله، هذا خطير جدا. وبعدين نجي نضيع هذا الجهد، وهذا البلد اللي نريده ديمقراطي، ونريد نعبر بحريتنا كمواطنين وكمسؤولين وكبرلمانيين، هذا كله ضاع بهذا التوقيع الخطير الذي سيبقى وثيقه دامغه لكل من وقع عليه. والسريه نفذت؟ والسريه كذلك لم تنفذ.